الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الحبيب النبي وآله وأصحابه أجمعين صلى الله عليه وسلم. رؤية اليوم بدأت منذرة محذرة ثم انتهت بخير وبشارة، لأن الخير في هذه الأمة إلى يوم القيامة، ولكن ما نخشاه ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. هذا ما نخشاه. نعوذ بالله من دعوة ترد، نعوذ بالله من دعوة لا يستجاب لها، ونعوذ بالله من سخطه وعقابه. هذه الرؤيا قريبة في هذه الأيام، منذ أيام قليلة فقط. يقول: رأيت كأن السماء تمطر مطر شديد غائم، وهذا المطر مصحوب برياح قوية عاتية فزعت الناس جميعا وارتعبنا منها، ثم نزل مع هذا المطر أشباح كثيرة أفزعتنا، ثم بعد ذلك نزل من السماء أشخاص صالحين وهدأ الجو وصفت السماء واطمأننا جميعا. انتهت الرؤيا. كثيرا أو غالبا نعبر المطر على أنه رزق وخير أو دعوة مستجابة، ولكن نكرر ونقول في كل مرة التعبير بالقرينة وليس بالرمز. القرينة في هذه الرؤيا فزع، خوف، أشباح فزع الناس منها، وهذه القرينة لا يصح أن نعبر المطر على أنه خير، وإنما هي رؤية منذرة محذرة لعامة الناس. قبل تعبير الرؤيا أذكر رؤيا أخرى مشابهة لها قبل ظهور جائحة كورونا بأكثر من سنة. مغتربة مصرية قالت لي: رأيت كأن رياح شديدة قوية تضرب الناس، تضرب البلاد، تهدم البيوت والمباني، تدمر كل شيء في طريقها. ثم بعد ذلك بدأت هذه الرياح تهدأ وتسكن والأمور تستقر مرة أخرى. قلت وقتها أن هذه الرؤية عامة تدل على شدائد وتدل على أمراض معدية. لماذا قلت تدل على أمراض معدية؟ قال الله سبحانه وتعالى عن الرياح أنها لواقح. لواقح يعني تنقل اللقاح بين الأشجار والزهور، كذلك هذا يشبه الأمراض المعدية التي تنتقل بين الناس بسرعة. وما كان من هدم المباني والبيوت في هذه الرؤية يدل على الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي وقعت بسبب هذه الجائحة. أذكر أمر آخر أيضا متعلق بهذا الموضوع. بعد أن عمت هذه الجائحة وأصيب بها كثير في أنحاء العالم، اتصلت بي أختي وقالت: رأيت كأن بط كثير ينزل من السماء وينزل في أماكن كثيرة على الأرض، وكأني أقف في بلكونة وكانت الناس مستبشرة بهذا البط. فقلت لها: معنى الرؤية أن الطب يصل إلى مصل أو علاج لمرض الكورونا، لأن عكس بط طب، ولأنها تقف في بلكونة يعني البلاء الكائن أو الواقع في هذا الوقت، والناس كثيرة مستبشرة. القرينة هنا الاستبشار تدل على توصل الطب لعلاج ومصل لهذا المرض. بالفعل بفضل الله بعد هذه الرؤية بفترة قليلة ظهر مصل لكورونا. أعتذر على هذه الإطالة. نعود لتعبير الرؤية. المطر الشديد الغائم مع الرياح ثم بعد ذلك ظهور الأشباح تدل على شدائد متعددة تقع للناس، أو منها ما هو واقع بنا فعلا في هذا الوقت، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. المطر الشديد هنا مع الرياح هو إنذار وتحذير للناس الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. يشمل أمور متعددة من الشدائد والفقر وجور الحكام، لأنه بعد ذلك ظهرت الأشباح. الشبح هو ظل الشيء وخياله، وشيء غير معلوم في الواقع، ولذلك يدل على المخاوف من المجهول والمخاوف مما هو آت. وأرى هذا المشهد يصدقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم من قبل، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. أذكر في هذه الجزئية إحصائية قديمة خرجت نتائج هذه الإحصائية أن لو كل بلد أخرج فيها
كل ثري وكل صاحب مال زكاة ماله بحق كما فرضه الله سبحانه وتعالى عليه، لم يبقى في بلده فقير قط، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الرابعة: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. ثم بعد ذلك نزل الصالحون وصفت السماء. هذا كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. بعد هذه الشدائد والكربات يسخر الله سبحانه وتعالى الصالحين ويمكن لهم في الأرض ويستخلفهم كما وعد الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.